رين يتيم عاطل هرب عشان يستخبى من أبوه السكير اللي بيضربه، بس حظه اتغير لما توظف خدام لتلات بنات أشرار أغنية وعاوزين يتجننوا، فساعتها ساب مسؤولياته عشان يطبل لهم في وقت الشغل. كل ده بيبدأ لما رين وأخته بيهربوا من أبوهم في قطر للمدينة الكبيرة عشان يجروا ورا الفلوس، بس البحث عن شغل بيبقى وحش عشان رين ولا حاجة ملوش أي مهارات وله هالة سلبية. في اللحظة دي بيبدأ يسيل لعابه وهو بيتفرج على قائدة أوركسترا مشهورة اسمها شينرا في التلفزيون، وهو بيتخيل إنه يكون كرسيها اللي بتدوس عليه. بالليل كوابيس أبوه ترجع له فيوعد نفسه إنه يحمي ميهاده مهما حصل. تاني يوم يقابلوا بنت شقرة اسمها ميو ومعاها روبوت صغير اسمه دايرو، لكن ميو تقع من ضربة شمس والروبوت يفصل زي توستر اتحرق. رين يشيلها وميهادو تظهر فورا قبل ما أخوها ينسى نفسه في دور البطل. الاتنين يوصلوها لبيتها وهناك يكتشفوا إن البيت عبارة عن قصر ضخم. ميهادو تشوف فرصة شغل ذهبية، وبعد ما يتعزمون على العشاء رين يبدأ خناق مع الخدمة الرئيسية بينه بسبب الأكل. كبير الخدم تاجيري يتدخل، ولما رين يعاند يبعته بحركة واحدة يطير في نافورة الجنينة. رين يطلع مبلول ويلاقي قدامه شينرا نفسها اللي تبصله كأنه بقعة محتاجة تتنضف. وبعد ما تاجيري يرجع رين يقرر إن الشجاعة مش مطلوبة دلوقتي ويبدأ يمدحه بدل ما ياخد رحلة تانية للنافور. بعدها شينرا تعلن إن رين وميهادو هيدخلوا فترة اختبار للعمل في القصر، بيتعرفوا على الأخوات شينرا الكبيرة، ميو الوسطى المدللة، ويومي الصغيرة اللي محدش بيديها اهتمام، وكمان الخدم بينه مسؤولة الخادمات، ناتوس للأمن، شيهارو للتنظيف، وتاجيري كبير الخدم المرعب. تبدأ فترة الاختبار وميهادو تشتغل خادمة مع بينو، بينما رين ياخد منصب خادم شخصي، والاسم شكله فخم لكن حقيقته إنه هيبقى تحت الطلب طول اليوم. في أول يوم يومي تنسى غداها وهي رايحة المدرسة وناتوس تجري وراها، بينما بينو تزق رين بعيد عشان تلحق تودع شينرا. بعدها رين يساعد شيهارو في التنظيف وده يخليه يتأثر لأن أخيرا حد عامله كإنسان. ميو تراقب رين وهو بينضف وخيالها يبدأ يكتب سيناريوهات منزلية مشبوهة، لكنها تقفل الملف قبل ما الرقابة تدخل. وقت العشاء رين يكتشف إن الخدم في القصر عايشين في طبقة غريبة، لا هم عيلة ولا هم غرب. تاجيري يحكي عن أيام الجيش وده يفسر ليه الراجل يقدر يحول أي مشكلة لمعركة زعيم أخير. بعد العشاء ذكريات رين مع أبوه ترجع له وإيده تبدأ تترعش، ولما يتعب ميهادو تهديه وتفضل جنبه لحد ما ينام. تاني يوم رين يشوف شينرا بتعامل ميو بدلع مبالغ فيه لدرجة إن ميهادو تتدخل قبل ما العيلة تتحول لمسلسل محتاج لجنة مراجعة. ميو تحذروا إن شينرا عاداتها غريبة وحدودها المهنية في إجازة مفتوحة. وبالليل ميو تدخل أوضة رين في هيئة تخلي معالج دماغه يطلب إجازة وتحاول تختبر ثباته، لكن رين يعلق زي جهاز قديم. بعدها ناتوس تحاول تلفت انتباهه لكنه يرفض ويقول إن أخته موفرة له كل الدعم، وده يثبت إن ذكائه العاطفي محتاج تحديث. في اليوم السادس ميهادو تبدأ تغير من البنات اللي حواليه، بينما رين يوصل يومي للمدرسة. هناك يقابل أناستازيا بنت بتحب الحوادث أكتر من السلامة العامة وصاحبة يوميكو. بعدها تظهر آيا وهي بتعاقب خادمها كاجورو بالطريقة اللي واضح إنهم متفقين عليها من زمان. يومي تعرف آيا على رين فيستعرض مهارته الوحيدة وينضف جزمتها لحد ما تلمع فتديله بونبوني مكافأة. رين يكتشف إن كاجورو متعلق بسيدته رغم معاملتها فيقولوا الحقيقة في وشه فياخد علقة سريعة كمصاريف تحليل نفسي. في آخر يوم من الاختبار أناستازيا وآيا ييجوا القصر يدوروا على نمس أصفر هربان. رين يلاقيه مستخبي ورا فازة غالية، ولما النمس يعضه يرمي الفازة من إيده فتتكسر. الكل يوبخه ورين يدخل في دوامة إنه فاشل ومدمر زي أبوه. ميو وناتوس بيحاولوا يفوقوه وميو تديله قلم يعيد تشغيل النظام. رين يقرر يثبت نفسه ويفضل طول الليل ينضف ويخلص كل الشغل لوحده. الصبح شينرا تعلن إن رين وميهادو نجحوا وتعينوا رسميا، وتطلب من رين يختار واحدة من الأخوات يخدمها قبل ما تحجزه لنفسها مؤقتا. بينو تتضايق لأنها كانت عايزاه بعيد عنها، وشغله الجديد يبدأ بكارثة لما يدخل عليها بالغلط وهي بتغير هدومها. رين يحاول يشغلها بالأرقام الأولية ويهرب، لكن الخطة تفشل وياخد علقة محترم. بعدها تاجيري ياخده بالعربية عشان يجيبوا شينرا من تدريب الأوركسترا. سواق متهور يعدي جنبهم فيتحول تاجيري فورا من كبير خدم لسائق سباقات ويدخل معاه مطاردة شوارع وينتصر. لما يوصلوا رين يدخل يشوف شينرا وهي بتقود الأوركسترا. في الأول كان شاكك فيها، بس أول ما تبدأ الموسيقى يكتشف إنها موهوبة فعلا وحضورها قوي جدا. بعد التدريب شينرا تديه علبة مشروب كانت شربت منها،
رين يشوف الموضوع كأنه حدث رومانسي تاريخي ويشرب من نفس المكان وهو مبسوط كأنه كسب جائزة، رغم إن في النهاية كل اللي حصل إنه شرب عصير مستعمل. لما رجعوا القصر رين كان ماشي زي الزومبي من فرحته بالمشروب اللي شربه بعد شينرا، لحد ما جرسها رن واستدعته. دخل أوضتها فلقاها مسترخية وبعدها طلبت منه يعمل لها مساج كمكافأة. رين حاول يحافظ على شكله المهني لكن تركيزه كان بيتبخر كل ثانية، ولحسن حظه ميو نادت عليه من المطبخ قبل ما الموقف يتحول لكارثة إدارية. هناك لقاها مع بينو اللي كانت بتنتف فرخة بعنف كأن بينها وبين الطيور طار قديم. ميو حذرته من تصرفات شينرا وعرضت عليه يخدمها بدلها لو حب يهرب من الجنون ده. بالليل رين قاعد عند البير يفكر في مشاعره ناحية شينرا. ناتوس ظهرت عشان تواسيه بهيئة تخلي أي حد ينسى سبب حزنه. فرين اتخض وجري على الحمام لكنه دخل بالغلط على بينو وهي بتغير هدومها، فاخد العلاقة التانية في نفس اليوم. الصبح دخل أوضة شينرا فلقاها متدلعت ميو بشكل مبالغ فيه، وبعد ما ميو خرجت من الجلسة منهكة ومش طايقة نفسها قررت تحسم الخلاف مع أختها بمسابقة أعلام بدل المناقشات الطبيعية. القواعد إن كل سيد مع خادمه يحاولوا يسرقوا أعلام الفرق التانية والفائز يحدد عقاب الخاسرين. شينرا انضمت لرين وبينو وميو استخدمت دايرو كبدلة ميكانيكية، بينما يومي اعتبرت المسابقة أول خطوة لتأسيس مملكتها. تاجيري بدأ التحكيم وفريق شينرا هجم فوراً على قاعدة يومي وسرق علمها بسرعة. رين وقف ناتوس عشان يدي شينرا وبينو فرصة يهربوا، لكن ناتوس أسقطته بضربة واحدة، ولما عرف إنه مش هيكسب بالقوة ناداها يا أختي، فضرب عندها زر المشاعر وخلاها تترد. بعدها اتجهوا لإعادة ميو لكن ميهادو اعترضت طريقه. بينو دخلت معاها معركة مباشرة بينما ميهادو فضلت تجري لحد ما استغلت سرب طيور وربطتها بحبل في لحظة مثالية. شينرا حاولت تنقذ بينو وفي الوقت ده رينسرج علم ميو وجري ناحية قاعدته، دايروا شغل هجوما صوتيا يخلي السماعات تقدم استقالتها، وبعدها ضرب رجلين رين فوقع. ميو حاولت تستغل نقطة ضعفه بحركة تشتيت رخيصة ونجحت فعلا في تعليق نظامه لثواني، لكنها اكتشفت إن العلم ثقيل. رين استعاد تركيزه وزحف ناحية خط النهاية رغم محاولاتها هي والدايرو، ونجح في الفوز لفريق شينرا. بعد إعلان النتيجة شينرا استعدت لتنفيذ عقاب الغريب على ميو وطلبت من رين يثبت ولاءه بتصرف يتعدى كل قواعد الموارد البشرية، لكن بينو تدخلت وأنقذت الموقف. بعدها شينرا عدت على يومي وهي بتساعد ناتوس في الجنينة فمدحت شغلها بسرعة ومشيت، وده زعل يومي لأنها كانت مستنية اهتمام أكبر من أختها. لاحقا رين قدم لميو شاي سخن زيادة عن اللزوم فحرق لسانها وخلاها تجري وراه بكرباج في القصر. الضربة خلت جسمه يعمل إعادة تشغيل كاملة، وميهادو جابت آيس كريم تعالج بيه ميو، بينما تاجيري وشينرا وبخوه على فشل. تاجيري اقترح ياخد رين لمعسكر تدريب في جزيرة خاصة، وميهادو بدأت تعيط عشان هيتفصلوا، فشينرا حلت الأزمة بإن الكل يروح. في الجزيرة رين كان فاكرها إجازة لكنه اتفاجئ بتشيهارو بدل أحلامه السياحية. بعدها يومي وشينرا وميهادو وميو ظهروا بملابس البحر وكل واحدة حاولت تختبر تركيزه بطريقتها، بينما رين بيقاوم عشان يحافظ على آخر ذرة كرامة. وقبل ما يلحق يستريح تاجيري سحبه من تحت المياه وجره ناحية معسكر الخدم الأسطوري وسط الغاب. هناك خلت تاجيري رين يمضي عقد من غير ما يقراه، وبعدها اكتشف إنه وافق على تدريب إجباري طول اليوم. قابل كاجورو وهو بيتمرن بالأوزان وبيقدم الشاي في نفس الوقت تحت إشراف آيا لحد ما فشل وأخذ عقابه المعتاد. رين بدأ تدريب تحضير الشاي لكنه بوظ أول محاولة وأخذ ضربة قوية. حاول ينسحب لكن تاجيري ورته البنود الصغيرة في العقد ففهم إنه اتحبس رسميا في الدورة. في الناحية التانية البنات كانوا مستمتعين بالإجازة. يومي بتحكي قصص رعب وشينرا وميو قلبوا السهرة لفوضى عائلية، بينما بينو وناتوس راحوا الكازينو. بينو دخلت سلسلة مكاسب كبيرة جذبت راجل عجوز مش مريح، لكن الحظ انقلب وخسرت كل فلوسها، فالعجوز عرض يمول لاعبها مقابل اتفاق مشبوه. بعدين رين كمل تدريبه تحت إشراف آيا بعد ما كاجورو فقد الوعي، ولما رجع الفيلا يستريح قابل يومي وهي بتحضر الشاي، وبعدها ظهرت ميو وهي سكرانة ودعته لاستكمال سهرتها، لكنها انتهت وهي بتفرغ كل مصايب اليوم عليه. بعدها ساعة شينرا تنام وكانت لسه بتصدر طلبات غريبة لحد ما استقرت وهي حضنة مخدة بدل ما تدخل الأثر في أزمة جديدة. رين قعد لوحده يشرب الشاي ويفكر في اليوم المجنون، فميهادو انضمت له ودعمته. تاني يوم تاجيري اختبره مرة تانية، والمرة دي رين حضر الشاي بشكل ممتاز. آية عجبها الطعم وقالت إنه معمول باهتمام حقيقي، وتاجيري أعلن إنه نجح في تدريب المبتدئين.
رجع رين للفيلا وقدم الشاي لشينرا وميو، والاتنين اعترفوا بتطوره ومجهوده. لكن في نفس الوقت كانت يومي قاعدة لوحدها من غير ناتوس، بينما أزمة الكازينو بتكبر. العجوز طالب بينه وناتوس يسددوا ديونهم مقابل شروط مهينة، وناتوس حاولت تعترض لكن بينو بدأت تستسلم لأنها شايفة إنها السبب في الورطة. بينو وناتوس اضطروا يشتغلوا في الكازينو بزي أرنب محرج، لكن العجوز زود طلباته وبدأ يعاملهم كأنهم جزء من العرض. في اللحظة دي شينرا والباقيين وصلوا عشان يرجعوهم، لكن صاحب الكازينو ادعى انهم موجودين بارادتهم واجبر بينو تكمل الشغل. ناتوس ورين كانوا جاهزين يقلبوا المكان ساحة معركة، لكن تاجيري منعهم لان اي تهور ممكن يعقد الموقف اكتر. صاحب الكازينو حبس بينو وناتوس في قفص، فتاجيري عرض يقامر على حريتهم. الكازينو حاول يغش باستخدام نرد متلاعب فيه وورق متعلم، لكن تاجيري كشف كل حيلة ولعب كأنه قضى خدمته العسكرية في لاس فيجاس. في النهاية كسب الرهان وحرر الاتنين. تاني يوم رجعوا للشاطئ، بعدها مايو طلبت منه يحط لها واقي شمس، لكنه تعامل مع المهمة بحماس يخليها محتاجة مشرف جودة، وميهادو كانت بتراقبه بغيرة. دايرو دخل يدافع عن سيدته وطارد رين لحد ما رماه في البحر. فرين طلع فجأة قدام يومي وخضها، بينما باقي البنات كانوا مستمتعين بالمياه من غير اهتمام بالفوضى. من بعيد بينو لاحظت طفلة بتراقبهم، وفي السوق نفس الطفلة حاولت تسرق رين، لكن بينو مسكتها فورا. بدل ما تعاقبها اديتها فاكهة ونصحتها تدور على شغل شريك. وقت الغدا رين حكى لتاجيري اللي حصل، فكشف له إن بينو نفسها عاشت طفولة مشابهة. أهلها ماتوا وهي صغيرة، وعمها استغلها وشغلها بأقل مقابل، وبعدها فضلت تتنقل بين المطاعم لحد ما اتثابت في الشارع. لاحقا رين خرج مع بينو للسوق، فشافوا بلطجي بيضايق الطفلة. رين تدخل، لكن ظهر وراه مجموعة كاملة. بينو قدرت تتعامل معاهم بمهارتها القتالية، إلا إنهم هددوا الطفلة وطلبوا منها تسلم نفسها مكانها. بينو وافقت من غير تردد، ورين قصر يروح معاها، فاتسحبوا الاتنين لمخبأ في بدروم جوه بينو وبخت رين، لأنه دخل من غير ما يطلب مساعدة. الاتنين استفزوا المجرمين بكلامهم، فالعصابة صبت غضبها على رين وضربته بعنف. وفي نفس اللحظة ميهادو حست إن في حاجة وحشة حصل. بالليل وبعد ما المجرمين سابوهم، رين قال لبينو إنه تدخل عشان يحميها، وإنها مش لوحدها مهما كان ماضيها. الطفلة رجعت للفيلا وبلغت شينرا والباقيين، فجهزوا فوراً لمهمة إنقاذ. وفي البدروم بينو حكت لرين إزاي عاشت في الشوارع وتعلمت القتال والطبخ والقراءة من الجرايد المرمية. ولما المطعم اللي كانت بتشتغل فيه قفل، فضلت وحدها تحت المطر لحد ما تاجيري لقاها. خدها للفندق، وهناك حاولت تسرق محفظته، لكنه مسكها وطلب منها تحكي قصتها وتطبخ له. أكلها عجبوه، فجاب لها فرصة عمل في قصر كوانجي، ومن يومها حياتها اتغير. بينو نجحت تفك الحبال، لكن رين بدأ يفقد وعيه من الضرب. وفي الوقت نفسه شينرا والباقيين اقتحموا مقر العصابة وأسقطوا المجرمين واحد ورا التاني لحد ما وصلوا للبدروم وحرروهم. بعد الرجوع بينو اعتذرت لشينرا عن المشاكل اللي سببها ماضيها، لكن شينرا طمنتها بطريقتها الغريبة وقالت إن الحساب بينهم هيتصفى بعدين، وده خلى كل الموجودين يقرروا ما يسألوش عن التفاصيل. بعدها عرضوا على الطفلة شغل في الفيلا كمكافأة على أمانتها ومساعدتها، وفي المساء لبسوا اليوكاتا واتفرجوا على الألعاب النارية. لكن رين حافظ على سجله المثالي ودخل بالغلط على بينو وهي بتغير هدومها، فختم الليلة بعلقة. في الأيام التالية يومي بدأت تنعزل أكتر، تتفرج على الأنمي وتكتب في مذكراتها خطط خيالية وهي بتاكل الشيبسي. الصبح أصحابها كو وأنستازيا جم ياخدوها للمدرسة، وأنستازيا بدأت عرضها اليومي من التصرفات الغريبة قبل ما كو تلحقها. رين وناتوس لاحظوا إن يومي نسيت جزءاً أساسياً من زيها، فأوقفوها قبل ما تتحول المدرسة لقضية رأي عام. بعدها اكتشفوا إن غدا يومي اتبدل بغدة شينرا، فلحقت ناتوس بيها بالوجبة الصح. وفي الليل رين دخل أوضتها ولقى مذكراتها بتنور، فقرأ القصة اللي بتكتبها عن نفسها كبطلة سحرية. في خيالها دب ضخم بيهاجم المدينة، وشينرا وميو وبينو يفشلوا في هزيمته، فتظهر يومي كالأمل الأخير. تتحول لساحرة بتأثيرات شكلها بميزانية 5 جنيه، والدب يحاول يرشيها، لكنها ترفض وتستخدم ضربة تدمر الكوكب كله. وبعدها أخواتها يشكروها ويتمنوا يكونوا زيها. يومي صحيت ولقيته بيقرأ المذكرات فاتحرج. رين فهم إنها بتستخدم الخيال عشان تعوض إحساسها إنها مهمشة، فشجعها تلاقي الحاجة اللي تميزها في الحقيقة. تاني يوم جمع الكل لمساعدتها،
ميهادو اقترحت إنها تبقى ألطف، وميو حاولت تديها درسا في الدلع لكنها طلعت كأنها بتجرب شخصية شريرة. بعدها حاولوا يعلموها أسلوب العصابات لكنها طلعت ألطف من اللازم، وكل اقتراح كان بيخلي شينرا تتفوق عليها من غير قصد. يومي بدأت تحس إنها مستحيل توصل لمستوى أختها فعيطت وهربت. ميو لامت شينرا على سرقة الأضواء لكن شينرا قالت إن يومي لازم تلاقي طريقها بدل ما تقلدهم بره. تشيهارو حاول يواسيها وقال إنه دايما بيراقب مجهودها لكنها اعترفت إنها مش فاكرة هو مين، فالاتنين قعدوا يعيطوا على مستوى التجاهل اللي وصلوا له. بالليل رين وناتوس شجعوا يومي، ورين قال لها إن هدوءها وخيالها هم اللي بيميزوها وإنه مستعد يخدمها بإخلاص. يومي استعادت ثقتها وطلبت من ناتوس تفضل جنبها دايما، وبعد ما حضنتها كفأت رين ببوسة على خد. ناتوس عملت نفس الحركة على الخد التاني شكرا له، فوقف رين في النص كأنه استلم جائزتين من غير ما يفهم المسابقة. بعدها شينرا أبلغت بينو إن عضوا جديدا هينضم للقصر قريبا، والصبح رين راح يصحي شينرا لكنها شدته وهي نص نايمة بعد ما افتكرته ميو. وبينو وقفت عند الباب تتفرج على الكارثة في صمت كأنها بتراجع أسباب استقالتها المحتملة. فجأة ناتوس حس بوجود غرباء، وفي نفس اللحظة هليكوبترات وعربيات عسكرية نزلت قدام القصر والجنود اصطفوا كأنهم مستنين رئيس دولة. الضيفة طلعت آية اللي دخلت وأمرت رجالتها يجهزوا لها أوضة لأنها ناوية تقعد فترة طويلة. رين وبينو طلبوا تفسير، فتاجيري وضح إن خادمها كاجورو اتصاب أثناء التدريب عند شلال بعد ما فقد تركيزه في توقيت سيء، فآية ركلته في المية. أبوها بعتها للقصر عشان تتعلم تهدى وتتحكم في عصبيتها. الكل اعترض في الأول لكن آية وزعت هدايا غالية، فالمبادئ اتبخرت فورا. شينرا أخدت باندا ويومي قاومت الرشوة لحد ما آية جابت لها فرقة شباب تغني مخصوص فسكتت تماما. بعدها آية طلبت إن رين يبقى خادمها المؤقت، وشينرا وافقت لأنها كانت مشغولة بالباندا وشايفة إن الحيوانات النادرة أهم من موظف ممكن تعويضه. رين بدأ خدمته بتحضير الشاي لكن آية ضربته لأنه مش بالمستوى المطلوب. حاول تاني ونجح فكافأته بلكمة إضافية عشان نظام التشجيع عندها محتاج مراجعة. وفي الخارج كان في قاتلين بيراقبوا القصر ومستنيين فرصة للهجوم عليها. تاني يوم رين دخل عليها بالغلط وهي بتغير هدومها فخبطته في عينه، وبعدها نطت من الشباك عشان تبدأ تدريب. حاول يقلدها لكنه وقع كأنه كيس بطاطا. بدأ تتعلمه القتال عن طريق لكمه بشكل مباشر، وكل مرة يحاول يرد كانت بتصده بسهولة. بعد التدريب ميهادو عالجت جروحه، ولما ذكريات أبوه رجعت له حضنته وهدته. خلال الأيام التالية رين وآية استمروا في الجري والتدريب وساعدوا ست كبيرة تعدي الشارع. آية قالت إنها بتحترم كبار السن لمساهمتهم في المجتمع، وده كشف جانب ناضج فيها. ولما سألها عن عيلتها عرف إنهم أغنياء من تجارة الصلب. رين قال لها إنها لطيفة أكتر لما متضربش الناس، ولما حاولت ترد عليه تفادى اللكمة وماسك إيديها وقال إنهم أنسب للمساعدة من العنف. آية احمر وشها ورمته على الأرض قبل ما كلامه يكمل مفعوله. بعدها تاجيري خرج وترك الأمن لناتوس بينما القاتلين بدأوا يتحركوا. آية كانت في الحمام لما حست بوجودهم فنطت من الشباك وخرجت تواجههم وهي لسه ملفوفة في فوطة. رين جري وراها وناتوس حاولت توقف المهزلة، لكن آية وصلت للبوابة وهزمت المهاجمين بسهولة رغم أنهم كانوا مسلحين بسلاح مسموع. رين وصل في اللحظة اللي الفوطة كانت هتقع فيها فآية ركلته بعيد قبل ما يبقى شاهد على كارثة. بعدها شرحت إن القتلة بعتتهم شركات منافسة لعيلتها، واحد منهم حاول يطلق عليها إبرة مسمومة، فرين نط يحميها لكن آية مسكت الإبرة بإيدها ورمتها عليه فوقع فاقد الوعي. ناتوس ربطتهم وآية اعتذرت لرين لأنها ورطته في خطر عيلتها وطلبت منه يبطل خدمتها، لكنه قال لها إنها مش لازم تواجه كل حاجة لوحدها. كلامه أثر فيها فطلبت منه يبوس إيدها كعلامة ولاء، وبعدها قررت تطور الاتفاق لبوسة حقيقية. وميهادو كانت واقفة شايفة الكارثة كلها. رين عيط لأن دي أول بوسة في حياته، وآية اعترفت إنها الأولى ليها كمان، وبعدها جريت من الإحراج. ميهادو دخلت في وضع الغيرة وميو حاولت تواسيها. من يومها جو القصر اتغير وآية بقت متعلقة برين أكتر، بينما كاجورو كان بيحاول يهرب من المستشفى ويرجع يخدمها. ميو طلبت من شينرا تتصرف لكن شينرا كانت مشغولة بالبان. كاجورو وصل وطلب من آية ترجع معاه لكنها فضلت القعدة مع رين فبدأ يشتكي له من خيانة سيدته العاطفية. وفي المطبخ ميهادو فكرت تحضر لآية طبق سمك خطر جدا لكن بينو منعتها قبل ما الغيرة تتحول لقضية جنائية. في المدرسة كاجورو سأل رين إذا حصل حاجة بينه وبين آية. رين افتكر البوسة لكنه كذب وقال إنهم كانوا بيتدربوا بس، فكاجورو شكره وهو مطمن.
ورين حس بالذنب. آيا رفضت ترجع مع خادمها وكملت تدريبها مع رين. قربت منه زيادة وهي بتعلمه وضعية اللكم، وحاولت تكرر لحظة البوس لكنه تراجع. بالليل ميهادو وميو قعدوا يشتكوا لبعض من آيا، بينما هي نادت رين لأوضتها وحاولت تختبر ولاء بطريقتها المباشرة. طلبت منه طلبات تخلي أي خادم محترم يقدم استقالته، لكنه قاوم وهرب. الصبح رجعوا للتدريب وآيا قالت إن مستواه اتحسن، وطلبت منه يثبت ولاءه. رين قرب لكنه افتكر باقي البنات فتردد، فآيا نفد صبرها وباسته بنفسها. كاجورو شافهم وانفجر من الغيرة وهجم على رين، لكن رين قدر يصد الهجوم. الاتنين كانوا هيبدأوا معركة كاملة لولا تدخل تاجيري. آيا عاقبت رين وده خلى كاجورو يغير أكتر لأنه كان نفسه العقاب يروح له. بعدها آيا أعلنت إنها هتفضل في القصر، فكاجورو تحداها وقال إنه يقدر يثبت إنه خادم أفضل من رين. شينرا والباقيين شافوا التحدي فرصة يرجعوا آيا بيتها. المنافسة كانت من 3 جولات، الأولى حمل شنط بينو. كاجورو نفذ الأوامر من غير اعتراض، بينما رين اشتكى لكنه اكتشف إن حمولته أتقل بكتير، وبرغم كده ضغط على نفسه وكسب بالعزيمة. باقي القصر زعلوا لأنه كل ما يكسب فرصة رجوع آيا بتقل. في الجولة التانية كان لازم يخدموا على ترابيزة 10 رسمية. رين بدأ كويس لكن الجميع ساعدوا كاجورو وخربوا عليه. ميهادو وقعت من ديلها، فكاجورو رمى نفسه عشان يلحقه واتصاب، لكنه كسب بالنقاط بسبب تضحيته. الجولة الأخيرة كانت مسابقة عن شخصية آيا وتفضيلات كاجورو. رغم إصابته وهروبه من المستشفى رفض يستسلم ووقع وهو بيحاول يكمل، فآيا أدركت حجم إخلاصه. قربت منه وقالت إنها هترجع البيت معاه بشرط يرجع المستشفى ويتعالج، فكاجورو ابتسم أخيراً بعد ما استعاد مكانه كسيد الخدم الرسمي للكارثة المتحركة. تاني يوم الحياة في القصر رجعت لطبيعتها، يعني الكل بيطلب من رين يخدمه وبيعامله كأنه جهاز متعدد الاستخدامات. ساعتها بدأ يدرك إن أيامه مع آيا رغم الضرب والتدريب كانت تعتبر إجازة مقارنة باللي بيشوفه هنا. وفي المستشفى آيا كانت بتراقب كاجورو وهو بيتعالج، لكن عقلها لسه بيرجع لرين واللحظات اللي حصلت بينهم. بعد فترة ميو لاحظت إن رين بقى يعتمد عليه، فطلبت منه يبقى خادمها الشخصي جنب ميهادو. رين وافق. يومها بدأ بميو وهي بتجهز نفسها من غير أي اعتبار لوجود موظفين في المكان، وميهادو بتلبسها هدومها كأنها طفلة مدللة، بينما رين مركز في الحيطة حفاظا على استقرار نظامه. شينرا ويومي خرجوا لأعمالهم، أما ميو ففضلت في البيت بحجة حراسة القصر، والحقيقة إنها كانت بتقضي اليوم في الراحة وتنفيذ أي فكرة تيجي في دماغها. قبل النوم رين ساعدها تستعد، وميو كانت مبسوطة إن عندها خادم بينفذ طلباتها الشخصية. وبعدها رجع أوضته فلقى ميهادو بتغطيه وبتطمن عليه كعادتها. تاني يوم اتكرر نفس الروتين، وفي الليل ميو طلبت من ميهادو تنام معاهم عشان يقووا الروابط العائلية اللي شكلها محتاج دراسة مستقلة. وهم نايمين ميو راحت في النوم، ورين فكر يعمل حركة غبية، لكن ميهادو مسكته قبل التنفيذ وطلبت منه يحترم الناس وهي نايمة بدل ما يفتح لنفسه ملفا في إدارة القصر. الصبح ميو لاحظت إن يومي متضايقة بسبب واجبات المدرسة، فقعدت تساعدها كأخت كبير، لكن شينرا دخلت وخطفت الاهتمام من غير ما تقصد، فيومي مشيت وهي حاسة إنها غير مرئية من جديد. بعدها رين قدم لميو القهوة، وقضوا باقي اليوم في اليوجا وأنشطة تثبت إن البطالة مع الفلوس ممكن تبقى وظيفة كاملة. بالليل رين لقى دايرو بيعبث بجهاز إلكتروني، ولما حاول يوقفه الروبوت سرق تليفونه وجري. ميو انضمت للمطاردة لحد ما بطارية دايرو خلصت فوق السلم. رين شحنه وتحمل توبيخ ميو، وبعدها دايرو شكره وأخبره إن مبلغا جديدا اتحول لحساب. دايرو كشف إن ميو مخترعة ورجل أعمال من تحت الترابيزة، عندها براءات اختراع وصفقات بتدخل لها فلوس باستمرار، وعشان كده مش محتاجة وظيفة تقليدية. وبعدها رين وميو اتفرجوا على مقابلة لشينرا بتتكلم فيها عن إنجازات عيلتهم وأجدادهم. رين حس بالغيرة لأن هم عندهم تاريخ ناجح يفتخروا بيه، بينما ذكرياته العائلية كلها كوابيس وضرب. لاحقا ميو ويومي كانوا بيلعبوا ألعاب فيديو، فدخلت شينرا ووبختهم لأنهم بيضيعوا وقتهم بدل ما يخططوا لمستقبله. كلامها ضايق ميو، فرمت قدامها شنطة فلوس من أرباحها ومشيت بعصبية، بينما شينرا فضلت مش فاهمة سبب رد فعلها. الجميع بدأ يتخيل مستقبل ميو بأسوأ الطرق، واحدة متشردة بتخوف الأطفال، أو نجمة موسيقى بتحول الحفلات لفوضى. رين دافع عنها وقال إن ميو مش عاطلة ولا بلا هدف، وإنها أذكى مما الكل متصور. شينرا فهمت إنها ظلمتها، وفي النهاية الأختين اتصالحوا. على العشاء ميو أعلنت إنها بتحلم تفتح مطعم، ويومي قالت مرة تانية إنها عايزة شغل جزئي، لكن كلامها ضاع وسط احتفال شينرا بميو. يومي خرجت في هدوء، والشخص الوحيد اللي لاحظ كان ناتوس.
راحت وراها لأوضتها، وهناك يومي انهارت واعترفت إن أخواتها دايما بيتجاهلوها وكأنها مش موجود. ناتوس شافتها بتتفرج على صور عيلتها القديمة وبتفتكر أيامهم السعيدة، فوعدت نفسها تحمي ابتسامتها ونصحتها تروح لشنرا وتتكلم بصراحة. يومي تخيلت إن أختها هتفهمها وتحضنها وتنهي سنين الإهمال، فجمعت شجاعتها وراحت لأوضتها. لكن أول ما دخلت لقت شنرا ماسكة رين في موقف غريب. فرين واقف متجمد بينما شنرا شرحت إنها كانت طالبة ميو وهو اللي جه بدلها. يومي سألتها ليه بتدي لكل حنان إلا هي. شنرا اعتذرت وحضنتها، وبعدها قالت إن سبب بعدها عنها جملة قالتها يومي يوم جنازة أهلهم. المشكلة إن يومي ما كانتش فاكرة الجملة أصلا لأنها كانت منهارة من الحزن. شنرا غضبت لأنها قضت سنين متأثرة بكلام أختها بينما يومي نسيته تماما، وطلبت من رين ياخدها بعيد. في الجنينة رين وميو وناتوس حاولوا يواسوها، لكنها كانت شايفة إن محاولتها قربتهم من بعض أقل بدل أكتر. يومي رجعت تعتذر لشنرا، لكن أختها قالت ببرود إنها مش هتقبل الاعتذار قبل ما تفتكر اللي قالته. يومي جريت وهي بتعيط، وناتوس لحقت بيها. وقت العشاء شنرا اتصرفت كأن الموضوع مش فارق معاها، لكن لما راحوا يجيبوا ليومي الأكل اكتشفوا إن أوضتها فاضية وشنطتها اختفت. الكل خرج يدور عليها، وناتوس بدأت تلوم نفسها. رين واجه شنرا وقال لها إن العناد ممكن يدمر العيلة، وإنه عاش طول عمره مع أب كان كل مرة يوعد إنه هيتغير، لكن المشاكل فضلت تكبر. كلامه أثر فيها، وميو قعدت جنبها عشان تفهمها اللي يومي حاسة بيه. في الخارج ناتوس قدرت توصل ليومي عند مطعم كانت بتتفرج من بابه على عيلة سعيدة. حضنتها، وصاحبة المطعم ادتهم أكل قبل ما يكملوا البحث. بعدها قعدوا في مكان هادي تحت النجوم، ويومي قالت إن المكان كان مفضل عند شنرا ويمكن أهلهم أخدوها له زمان. ناتوس حكت إنها فقدت أهلها في تسونامي، وإنها بتبص للنجوم عشان تحس إنهم لسه قريبين منها. وقالت ليومي إنها كانت أول شخص اداها سبب تعيش وتحمي حد بعد ما وصلت بلد جديدة. كلامها خلى يومي تفتكر يوم الجنازة. شنرا كانت واقفة ثابتة ومش بتعيط، فقالت لها وقتها إنها روبوت من غير مشاعر. في القصر شنرا كانت بتحكي لميو وبينو إنها كانت نفسها تنهار يوم الجنازة، لكنها تمسكت عشان تحمي أخواتها. لما يومي رجعت جريت ناحية شنرا اللي خبطتها لأنها خوفتهم عليها، وبعدها الاتنين اعتذروا لبعض. شنرا اعترفت إنها كانت مجروحة، ويومي اعتذرت عن كلامها القديم، وفي النهاية حضنوا بعض ورجعت علاقتهم زي الأول. شيهارو فضل يجري يدور على يومي بعد ما الكل كان خلص الأزمة، ولما رجع لقاها مع ناتوس تحت النجوم. يومي شكرت ناتوس لأنها فضلت جنبها وطلبت منها يناموا سوا زي زمان، فناتوس وافقت. بعدها تشيهارو قعد لوحده في الجنينة يشرب لبن، لكن كورة خبطته ووقعت الكوباية، والعيال اللي بيلعبوا بدأوا يتنمروا عليه ويطلبوا منه فلوس. تشيهارو حاول يواجههم بطريقته الضعيفة لحد ما بينو ظهرت وخلتهم يندموا إنهم خرجوا من بيوتهم. تاني يوم وهو بيقدم القهوة لشنرا افتكر كلام أبوه، فوقع القهوة على ملاحظاتها الموسيقية. شنرا اعتبرت ده إهمالا كبيرا وقررت تطرده، وميهادو أعلنت إنها هتمشي معاه. ميو وباقي القصر رفضوا يتخلوا عنه، وقالوا لشنرا إن رين ارتكب أخطاء لكنه يستحق فرصة. حتى ميو واجهتها وقالت لها إنها اتغيرت وبقت أقسى من اللازم. شنرا راجعت نفسها وقررت تأجيل طرده بشرط يعيد تدريبه ويحسن تصرفاته. رين فرح لكنه فضل حاسس بالذنب. بعدها أبوه ظهر عند البوابة وطلب يتكلم معاه. شنرا وبينو تابعوهم من بعيد. الأب حاول يجبر رين يرجع وبدأ يهينه ويضربه، ورين كان خايف يرد عشان ما يسببش مشاكل للقصر. شنرا فكرته بكلامه السابق إن الإنسان مش لازم يبقى نسخة من أبوه. لما الأب هجمها رين أخيرا وقف قدامه وضربه وقال له إنه مش هيبقى زي. شنرا أعلنت قدام الأب إن رين خادمها ومحدش له حق يتحكم فيه. بعد كده بينو تولت إخراج الأب بطريقتها العنيفة، وشنرا أخدت رين للحفل. هناك قررت تتبع إحساسها بدل التعليمات الصارمة، وقدمت أداء لمس الجمهور وأستاذها أخيرا. خلف الكواليس شكرت رين بطريقتها وخليته ينهار من شدة التوتر والفرحة. الحياة بعدها رجعت لفوضاها الطبيعية. بينو بترمي عليه أدوات المطبخ، ميو بتطلب منه أزياء محرجة، وشنرا ويومي وآية بيتخانقوا مين يخدمها. وبعد فترة رين وميهادو قابلوا أبوهم عند قبر أمهم. كان أهدى وبدأ يحاول يصلح نفسه، وبعد الدعاء رجعوا مع عيلة كوانجي اللي بقت بيتهم الحقيقي. ده كل اللي عندنا النهاردة. لو اتفرجت للآخر سيب لايك وكومنت ألاباما أكشن عشان تخوف العامة. لو بتستمتعوا بملخصات الأنمي زي دي متنسوش تشوفوا الفيديو اللي ظاهر ده دلوقتي.